السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب تانية ثانوي في كل مكان، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلام. النهارده ان شاء الله يا ابطال احنا هنراجع معاكم مراجعة شهر ابريل زي ما عملنا معاكم ان شاء الله في الشهر اللي فات. هيبقى الفيديو بتاعنا ده فيه كل حاجة انت محتاجها. احنا مجمعين كل الاسئلة اللي انت محتاج تشوف الاسئلة ديت والافكار بتاعتها. ان شاء الله بنسبة كبيرة الامتحان هيبقى جوه الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. خلص الفيديو بتاعك وخلص مراجعات شهر ابريل كلها وخلص امتحاناتك. ان شاء الله احنا هننزل بكورس كبير جدا هيبقى فيه المراجعه بتاعه امتحان اخر السنه. انتظروا الفيديو بتاع المراجعه ده، هيبقى ان شاء الله فيه الامتحان بتاع اخر السنه. يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت ونشوف احنا مجمعين لك ايه. يلا بينا. بص يا قلبي، السؤال الاول بيقول: اصبحت الحاجه ماسه لدى الخلفاء المسلمين لوجود الولاية. طبعا الوالي ده اللي هو هيمسك الولاية الإسلامية، اللي هيروح يحكم كل الولايات الإسلامية. طب ليه الدولة الإسلامية بقت لازم يبقى فيها ولاية ولازم يكون في ولاة؟ ده كان مرتبط باتساع الدولة الإسلامية. وخليني أقول لك إن أي حاجة فيها اتساع للدولة الإسلامية يبقى عملها سيدنا عمر ابن الخطاب. ماشي كده؟ يبقى أصبحت الحاجة ماسة لدى الخلفاء المسلمين لوجود ولاة، ده بسبب اتساع الدولة الإسلامية. طب السؤال اللي بعده: جاء إقرار الدولة الإسلامية لديوان الخاتم. ده ديوان كان عامله معاوية بن أبي سفيان، كان عامله في الدولة الأموية، صح كده؟ طيب هو بيقول لك بقى الديوان ده اتعمل اعتبارا من لسه قايل اهو معاوية بن أبي سفيان دولة أموية. يبقى لو أنا استبعدت الوحيدة اللي تنفع دولة بني أمية، دي ما تنفعش، ولا الخلافة الراشدة ولا عصر النبي محمد، تبقى الإجابة دولة بنو أمية. طيب السؤال اللي بعده، نركز في السؤال ده كويس قوي. يدل ظهور قاضي أهل الذمة. المسلمين كانوا عاملين قاضي لأهل الذمة، يعني الناس اللي هي مش مسلمة، الناس اللي هي على دين غير الإسلام اللي عايشين معانا، احنا عملنا لهم محكمة تبقى خاصة بيهم. طب للقضاء في المنازعات بين أهل الدين الواحد. ده بيأكد على قيمة من قيم الإسلام. ايه هي؟ لو انا بدأت استبعد، لا تنفع حرية ولا تنفع تكافل. طب يا مستر هي تسامح ولا مواطنة؟ الأشمل مواطنة. يبقى انا لما اعمل، وانا قلت لك قبل كده المعلومه دي، ما دام اتنين، واحد مسلم وواحد غير مسلم، الدولة بتتعامل معاهم زي بعض، يبقى ده على طول بنسميه كلمة مواطنة. طب لو واحد مسلم غني بيكلم او بيتعامل مع واحد مسلم فقير، ده يبقى اسمه كلمة الايه؟ التكافل. خلي بالك تاني الحتة دي، لو واحد مسلم وواحد غير مسلم الدولة بتعاملهم زي بعض، ده يبقى اسمه مواطنة. دي إجابة السؤال بتاعنا. طب لو واحد مسلم غني بينفق على واحد مسلم فقير، ده يبقى بنسميه كلمة الايه؟ التكافل. خلاص خلي بالك من التفاصيل دي عشان التفاصيل دي مهمة جدا. طيب السؤال اللي بعده: بناء الجيش في الدولة الإسلامية. أنا هبني الجيش عشان أحقق أهداف إيه؟ أفتكر هو أنا هبني الجيش عشان حاجتين. أول حاجة علشان أقدر أحمي الدين، فدي تبقى مهمة دينية، وأقدر أدافع عن الدولة، فدي تبقى مهمة عسكرية. هل مكتوبة؟ يا باشا، دينية وعسكرية ومش محتاجة تفاصيل أكتر من كده. طيب أي الدواوين الآتية ارتبط إنشاؤه بتنظيم أمور الدولة اقتصاديا؟ حلو، أنا عايز ديوان من دول يكون ليه ملمس كده على حاجة ليها علاقة بالاقتصاد، زراعة، صناعة، مرتبات. تعال نستبعد كده كده، ما ينفعش الخاتم لأن ده سياسة، ده بيطبع أو بيختم رسائل الخليفة، فما تنفعش الخاتم، فأنا هستبعد دي ودي. وما ينفعش البريد لان البريد ده يا فندم كان مفروض مسؤول عن المراسلات اللي ما بين الاماكن ويامن المراسلات بتاعتنا. فيبقى الوحيده اللي تنفع مع الحاجه الاقتصاديه ديوان العطاء والخراج. فهمني، ديوان الخراج ده حبيب قلبي اللي هو كان مسؤول عن جمع الضرائب من الاراضي الزراعيه، وديوان العطاء ده اللي بيسجل اعطيات للمسلمين، او اللي انا بسجل فيه كل المرتبات بتاعه المسلمين خصوصا في الجيش. فتبقى الإجابة ديوان العطاء والخراج. طيب السؤال اللي بعده: لعبت الأساطيل الإسلامية دورا دفاعيا، أهو ماشي، في حوض البحر المتوسط، تمام، لحماية سواحل سوريا في عهد مين بقى؟ طب واحدة واحدة، احنا بدأنا نعمل أسطول في عهد سيدنا عثمان بن عفان. خلي بالك مين اللي قال لسيدنا عثمان يلا نعمل أسطول؟ معاوية ابن أبي سفيان.
احنا هنعمل اسطول في الوقت ده ليه؟ علشان نقدر نحمي الدولة الإسلامية من خطر البيزنطيين. فهنختار ايه بقى؟ الخلفاء الراشدين. طب السؤال اللي بعد كده، يعد ديوان الرسائل والإنشاء، ده الديوان اللي مسؤول عن الرسائل. الخليفة بعت رسالة، عايز يبعت رسالة من عنده يوديها للوالي، أو في رسالة جاية من الوالي إلى الخليفة. مين اللي مسؤول عنها؟ ديوان الرسائل. طب هو بيقول لك يعد ديوان الرسائل الذي تمت إقامته في الدولة الإسلامية مكملا لعمل ديوان الخاتم. ليه بقى مستر؟ ديوان الخاتم ده هيختم المراسلات بتاعة الخليفة، ويروح مديها لديوان الرسائل والإنشاء علشان يبعت هذه الايه؟ الرسالة. طب خليني اقول لك ان الاثنين دول ظهروا في عصر الدولة الأموية. خلي بالك من المعلومة دي. طيب. يخرج عن، ايوه تعالى بقى اقول لك، ده مفتاح الإجابة. يخرج عن يعني ايه؟ يعني يستثنى، ملوش علاقة. يخرج عن أسباب نشأة الدواوين في الدولة الإسلامية. كل دول الأسباب اللي خلتنا نعمل الدواوين. هي إيه أصلا يا مستر أسباب إنشاء الدواوين؟ رقم واحد، اتساع الدولة الإسلامية، تعدد الإيرادات، تعدد المصروفات، مراقبة الوالي. سيدنا عمر عمل الدواوين عشان تراقب الوالي. طب نستبعد كثرة الأموال دي، لا ده كان سبب. اتساع الدولة ده كان سبب. مراقبة أعمال الوالي كانت سبب. فدي الوحيدة اللي تنفع. طب يا مستر هو أنا مش فاهم يعني إيه الفصل في الخصومات؟ ده يا حبيب قلبي يعني لما يكون في اتنين متخاصمين إحنا نفصل ما بينهم. فالفصل في الخصومات يعني الناس اللي بتتخانق ده يبقى قضاء. فده ملوش علاقة خالص بالإيه؟ بالدواوين. طيب يشترط في من يتولى القضاء في المجتمع الإسلامي سلامة الحواس. القاضي اللي هيبقى بيحكم ما بين الناس، من أهم الشروط اللي عنده لازم يبقى سليم الحواس. يعني إيه سليم الحواس؟ يعني كل الحواس بتاعته كاملة، ما فيش حاجة ناقصة. طيب ليه إحنا عملنا كده؟ أكيد علشان إحنا عايزينه يحقق العدل بطريقة كاملة. أبدأ بقى استبعد، هل دي؟ لأ والله ما ليها علاقة بهيبة الوظيفة بتاعت القاضي، لان احنا ناس مش متنمره، مش هنتنمر على واحد، او مش هنبقى خايفين من واحد، او مش هنحب حد عشان هو ناقص في حاجه، لا. ولا احترام احكامه، كده كده احنا هنحترم احكامه. ولا سرعه تنفيذ الحكم، هي دي بقى. لان انا عايز القاضي اللي هينظر في اي قضيه يبقى كامل الحواس علشان يقدر يعمل ايه؟ يقدر يطلع الحكم مظبوط بدون اي مشاكل. طيب شوف السؤال اللي بعد كده. برزت يعني ظهرت. ظهرت قوة البحرية الإسلامية بوضوح خلال عصر الخلفاء الراشدين. ده في عهد سيدنا عثمان بن عفان. في منطقة إيه؟ تعال أفكرك بسرعة. إحنا في عهد سيدنا عثمان بن عفان كسبنا في معركة اسمها ذات الصواري، دي في البحر المتوسط. حلو. وسيطرنا على منطقة اسمها جزيرة قبرص. حلو. فين جزيرة قبرص دي؟ في جنوب أوروبا. فلو أنا استبعدت هي دي الوحيدة اللي تنفع. طب أقول لك على حاجة تانية ممكن تيجي، ممكن نفس السؤال بس بدل ما يقول جنوب أوروبا يقول لك شرق البحر المتوسط. تنفع، لأن جزيرة قبرص ومعركة ذات الصواري كانت في منطقة شرق البحر المتوسط اللي هي في جنوب أوروبا. طيب التحلي بالأخلاق، ماشي، حاجة بنفتقدها في معظم، لا بلاش في معظم عشان ما نزعلهمش، بنفتقدها في بعض من شبابنا دلوقتي. دي حاجة مهمة جدا، والأمم لا ترتقي إلا بالأخلاق. فنصيحة أنا بنصحها لكم، يا ريت نتمسك بالتحلي بالأخلاق. التحلي بالأخلاق، العقل والبلوغ، لازم حد عنده عقل وبلوغ، العلم بآيات الأحكام، سلامة الحواس، دي كلها صفات لازم تبقى موجودة في القاضي. وهو قال لي كمان هنا سلامة الحواس عشان يقول لي القاضي خلي بالك هذه الصفات يجب أن تتوفر في مين؟ أنا خلاص قلت القاضي يا عم محمد. طب مين بقى في دول يا باشا القاضي؟ تعال نستبعد. هل قاضي الجيش؟ لا انا عايز قاضي. هل الاماره؟ لا دول الوالي، ده انا عايز قاضي. ولا صاحب ديوان العطاء؟ هي بقى دي الاجابه، المشرف على الحسبه. طبعا انت مش فاهم يعني ايه، صلى على النبي. في الكتاب بتاعك قال لك ان احنا علشان او من اهم مهام القاضي ان هو بيشرف على الحسبه. ايه الحسبه دي؟ دول ناس عاملين زي رجال الشرطه كده، بينزلوا الاسواق، بيتابعوا الاسواق، بيشوفوا لو في حد بيغش في السوق، بيشوفوا لو في حد بيرتكب حاجه ما لهاش علاقه بالاخلاق فياخدوه يقوموه. فمين كان مشرف على الحسبه؟ القاضي. خلي بالك القاضي هو مشرف على الايه؟ على الحسبه. طيب السؤال اللي بعد كده،
أي من الآتي بدأ ظهوره مع خلفاء الدولة الأموية. يعني أنا عايز حاجة بدأت تظهر في عهد الدولة الأموية. تعال نستبعد تعيين قاضي للفصل بين الجنود، ده اللي هو قاضي الجند، لا لا، ده ظهر في عصر الدولة العباسية على يد الخليفة المهدي العباسي. فتح جزر البحر المتوسط، لا ده كان في عهد الخلفاء الراشدين، لسه انا قايل لك من شويه في عهد معاويه. بناء، انا اسف، في عهد عثمان، بناء دار لصناعه السفن، لا لا ده كان بعدين خالص، ده كان في عصر الدوله الايوبيه والمملوكيه. فتبقى الاجابه دي بقى. اشمعنى يا مستر؟ لان في عهد خلفاء الدوله الامويه وتحديدا في عهد معاويه بن ابي سفيان بدا يظهر ديوان الخاتم اللي كان بيمنع تزوير مراسلات الخلفاء. طيب السؤال اللي بعد كده، يظهر من خلال اختصاصات الوالي بص هقول لك على حاجه، انا عارف ان انت مش عارف الفرق بين دول، بس خليني اقول لك ان اي ملك، اي رئيس جمهوريه، اي والي، حتى الخليفه الاسلامي، كل دول يا حبايبي ما دام في منصب الحاكم يبقى على طول من غير ما افكر سلطه تنفيذيه، من غير ما افكر. يبقى الوالي في الدولة الإسلامية من اختصاصاته هو بيمثل السلطة التنفيذية. طب ما تيجي نستبعد الباقي. التشريعية دي بتبقى مع مجلس اسمه مجلس النواب، ده اللي هو موجود دلوقتي. القضائية دي مع القاضي، فدي ما تنفعش ودي ما تنفعش. وكلمة استشارية دي يعني أنا باخد رأيه، لا لا يا فندم ده بيحكم، فكده يبقى معاه سلطة تنفيذية. وركز كده معايا، الملك أو رئيس الدولة أو الوالي أو الخليفة دول كلهم يا حبايبي بيبقوا سلطة تنفيذية. طيب تمت أول الفتوحات الإسلامية البحرية، خلاص يا مستر احنا حفظنا، يبقى في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد عثمان بن عفان، في عهد معاوية بن أبي سفيان، معركة ذات الصواري. الجمع بين الوظائف الدينية والاقتصادية، ركز، في مجتمع صدر الإسلام. اقف بقى هنا، بص أنا بعمل لك مربعات على مفاتيح الإجابة اللي أنت لازم تتعلم لوحدك إزاي تجيبها. الجمع بين الوظائف الدينية والاقتصادية في مجتمع صدر الإسلام. ما دام قال لي صدر الإسلام ده يبقى الرسول، أو ممكن نقول كمان في بداية عصر الخلفاء الراشدين في عهد سيدنا أبو بكر مثلا. طيب المهمة الدينية والاقتصادية كانت مع مين؟ كانت مع الولاة. مش فاهم حاجة صح؟ تعال فهمك بالراحة. صلى على النبي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ لما كان في حد بيجي علشان يدخل معاه في الإسلام جديد، واحد مثلا جاي من عمان، جاي من اليمن، جاي من بلاد الشام، جاي من العراق، جاي علشان يخش في الإسلام مع النبي. الناس اللي جاية دي مش هتقعد مع النبي في قلب المدينة، هم هيعلنوا إسلامهم على إيد النبي محمد وهيرجعوا بلدهم. فوهم راجعين النبي كان يعمل معاهم إيه؟ يبعت معاهم عامل. العامل ده ليه مهمتين. المهمة الأولى هيبقى إمام للناس اللي لسه داخلة في الإسلام، هيبقى إمام ليهم في الصلاة، أدي واحد. تاني حاجة هيبقى كمان معاهم، خلي بالك، هيجمع منهم الزكاة. طب ما تيجي بقى نفسر، ما دام إمام للمسلمين في الصلاة يبقى دي مهمة دينية، وما دام هيجمع الزكاة يبقى دي مهمة دينية وتنفع اقتصادية، الاثنين. يبقى أنا كده بتكلم على مين؟ الوالي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسميه العامل. طيب عندما كان، حلو السؤال ده بقى ركز فيه، عندما كان يغيب الوالي لأمر ما، طبعا أنا خلاص عرفت مين هو الوالي اللي بيحكم الولاية. لو الوالي غايب، يا عم راح علشان يعمل حج، فهيقعد مثلا في الحج ده شهرين، مين بقى المنوط يعني المسؤول ان هو يجمع الصدقات، يعمل جبال الخراج في الدولة الإسلامية؟ يعني مين اللي هيبقى مكان الوالي لحد ما الوالي يرجع؟ مين يا مستر؟ صاحب الشرطة. ركز بقى في السؤال ده عشان مهم، هقول لك التفاصيل بتاعته بالراحة. احنا دلوقتي الدولة الإسلامية كانت عاملة مبدأ اسمه مبدأ تفويض السلطة، اكتب ورايا. الدولة الإسلامية كانت عاملة مبدأ اسمه تفويض السلطة. يعني ايه تفويض السلطة؟ يعني ان احنا يا باشا يبقى لو في واحد مش موجود يبقى في بديل ليه. ده كان معمول امتى؟ لما الوالي وصاحب الشرطة، خلي بالك، يبقى الوالي وصاحب الشرطة تفويض سلطات. لما الوالي يبقى غايب مين يبقى موجود؟ صاحب الشرطة. الله ينور عليك. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده، جاء عمل ديوان الخاتم في الدولة الإسلامية أمر ضروري.
خلاص انا عرفت بقى، ما انت لازم الاول تبقى عارف ديوان الختم ده بيعمل ايه. ده بيختم المراسلات بتاعه الخليفه. خلاص. طب ده بقى كان لازم يبقى موجود ليه؟ علشان نحفظ السريه ودقه المعلومات. ده سؤال سهل جدا، حتى مش محتاج ان احنا نوضحه. اهم حاجه تبقى عارف ان ديوان الخاتم اتعمل في عهد سيدنا معاويه ابن ابي سفيان. طيب المجموعه اللي بعد كده اهتم المسلمون بانشاء العديد من دور صناعه السفن. العديد من دور صناعه السفن في عده بلاد. احنا هنعمل في كذا مكان، في كذا حتة، هنبدأ نعمل عندنا أماكن علشان خاطر احنا نعمل فيها سفن كتير. ده كان منذ عصر الدولة الأموية. ليه؟ لأن أنا في عصر، اسمع بقى، في عصر الخلفاء الراشدين احنا عملنا، بس ما عملناش كتير، ما عملناش أماكن كتير علشان خاطر نعمل فيها سفن. بدأت، هو بيقول لك اهتم المسلمين بإنشاء العديد اعتبارا من عهد مين؟ يعني البداية كانت في عهد مين؟ في عهد الدولة الأموية، لما بدأنا بقى نتوسع ونعمل بقى في الدولة الأموية أماكن كتير. طيب يعد دور صاحب الشرطة مكمل لعمل الوالي. أنا عايز واحدة من الأربعة، صاحب الشرطة بيكملها ورا الوالي، يعني الوالي بيبدأها وهو صاحب الشرطة يكملها وراه. لو أنا بدأت أستبعد إقامة الحدود، لأن أنا عارف إن الحاجات دي أنت ممكن ما تبقاش عارفها لأنها حفظ معلومة محفوظة. هو الوالي كان بيقيم الحدود، دي من مهام بتاعته، وصاحب الشرطة من ضمن المهام بتاعته برضو إقامة الحدود. دي معلومة بتتحفظ، ما فيهاش تفكير ولا تشغيل دماغ. نخش على المجموعة الثانية. أصبح التجنيد في الدولة الإسلامية إجباري اعتبارا من عهد الخليفة الذي. طب لو أنا بدأت أفكر، هو مين اللي خلى التجنيد إجباري؟ عبد الملك بن مروان. طب يا مستر، هو عبد الملك بن مروان ده عمل ايه تاني موجوده في الاختيارات؟ خلى الدواوين تتكتب باللغه العربيه. يبقى اهو كده انا خلاص حفظت معلومه. ايه هي يا عم محمد؟ ان عبد الملك بن مروان ده عمل حاجتين. اول حاجه جعل التجنيد اجباري في الدوله الاسلاميه، وهو كمان اللي عرب الدواوين. خلاص خلي بالك، هقول لك على معلومه بقى ثالثه، هو برضو عبد الملك بن مروان عملها، بس ده في الدرس الاخير اللي هو مش جاي معانا في الامتحان. في الدرس الاخير قال لك ان عبد الملك بدا يعمل حاجه اسمها البيمارستان، اللي هي المستشفيات. خلاص. طيب ارتبط نشأة الأسطول الإسلامي بمواجهة المسلمين لخطر مين؟ لسه قايل لك من شوية، خطر الدولة البيزنطية. انا مش عايز اواجه شعوب البحر المتوسط، ودي ملهاش علاقه، ودي بعيده، دي الناحيه الثانيه كده ناحيه البر، اصلا نحاربها بريا مش بحريا. فاحنا عملنا الاسطول في عهد عثمان، في عهد الخلفاء الراشدين، علشان نواجه خطر الامبراطوريه البيزنطيه. طيب خش على السؤال اللي بعد كده. تميز النظام المالي في الدوله الاسلاميه عن الانظمه الاقتصاديه في الدول الاخرى بايه بقى؟ تعال نفهم. اولا ما دام قال لك النظام المالي، يعني النظام اللي احنا عملناه اللي هو بيت المال. المسلمين لما جم يعملوا بيت المال في الكتاب قال لي ان احنا عملنا بيت مال بيختلف عن باقي الانظمه التانية. احنا عملنا فكره جديده محدش كان عارفها في العالم كله. فيبقى الكلام بتاعي يخليني اشطب التبعيه، انا مش تابع لحد، ويخليني اشطب الاقتباس لان انا ما اتعلمتش، انا طلعت من مخي. وبرضه مش هيخليني اعمل اندماج، هي دي بقى الاستقلال، لان انا بدات اعمل استقلال وعملت نظام مختلف تماما عن اي دوله تانية كانت موجوده. طيب السؤال اللي بعد كده، يخرج عن مميزات، ده سؤال سهل برضه جدا، يخرج عن مميزات النظام الاقتصادي في الاسلام. نبص على الاختيارات، وطبعا مفتاح الاجابه في كلمه يخرج عن، يعني كل اللي في الاختيارات هو تبع او من مميزات النظام الاقتصادي. انا عايز واحده مش ملهاش علاقه بالمميزات. تعالى نبدا نستبعد. انا عايز يخرج عن، ده مفتاح الاجابه. وممكن مكان يخرج عن دي يقول لك في الامتحان بكره يا قلبي يستثنى. طيب التوازن بين الجانب المادي والروحي، لا دي كانت من مميزاته ان هو بيجمع بين الناحيه الماديه والناحيه الروحيه. الجمع بين الثبات والتطور، لا كان بيجمع. اديك مثال، هو ثابت في الزكاة مثلا، متطور مثلا في المكوس. المكوس دي كانت برضو ضريبة متطورة وبرضو مرنة.
هي دي بقى مستر الاعتماد على نظم من الفرس والروم، لان انا لسه قايل لك في السؤال اللي فوق ان النظام المالي بتاعنا كان نظام فيه استقلال، احنا جبناه من دماغنا، ما اقتبسناهوش من حد، فدي الوحيده اللي ملهاش علاقه. حتى دي برضو من مميزات الاقتصاد الاسلامي. بالله عليك، هي فكره السؤال قايمه على ان انا بختار حاجه تخرج عن هي دي، لو انا ما قريتهاش كويس اختار غلط. طيب، هدف النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية إلى إيه؟ طيب، لو أنا برضو بدأت كده أشوف هدف النظام الاقتصادي برضو بالاستبعاد دي، لا مش ده الهدف. هو الهدف إن أنا أقدر أستفيد، ده في الكتاب قال كده، أستفيد من موارد الدولة. حتى هو كان ليه هدف اقتصادي. بص الحته دي، النظام الاقتصادي كان بيتميز ان هو بيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، فدي حاجه اجتماعيه، وكان كمان حريص على الاستفاده من الموارد والاستفاده الامثل من الموارد. فتبقى الاجابه واضحه اهي، الاستفاده من موارد الدوله. دي مش الهدف، مش الهدف ان انا راقب، ولا التوازن بين الفرد والمجتمع، هو ده جزء من المميزات بتاعته، بس ده مش هدفي ان انا هنا عايز الهدف، ولا كمان تحقيق الواقعيه والعالميه. هو الهدف ان انا استفيد من موارد الدوله الاسلاميه. السؤال اللي بعد كده، تغير التنظيم الاقتصادي للدوله الاسلاميه. ده سهل جدا. بص، تعال اقول لك على قاعده، اي سؤال في الامتحان تفهم منه ان احنا بدانا نعمل حاجه جديده، اي سؤال تفهم منه ان احنا بدانا نعمل حاجه جديده في الدوله الاسلاميه، يبقى على طول وانت مغمض لان الدوله الاسلاميه بدات تتسع. يعني مثلا اكتب عندك، لو قال لك احنا ليه بقى عندنا دواوين في الدوله الاسلاميه، لان الدوله الاسلاميه اتسعت. ليه مثلا دخل نظام الوزاره كوظيفه رسميه في الدوله الاسلاميه؟ عشان الدوله اتسعت. ليه بقى في عندنا منصب اسمه منصب الولايه واتقسمت الدوله الاسلاميه لولايات؟ بسبب برضو اتساع الدوله الاسلاميه. طيب، السؤال اللي بعد كده، جاءت إجراءات الخليفة عمر بن عبد العزيز الاقتصادية. هو عمر بن عبد العزيز إيه هي الإجراءات الاقتصادية اللي قالها في الكتاب؟ أولا بس أنا عايز أفهمك، عمر بن عبد العزيز ده كان أحد حكام الدولة الأموية. ما ليه كل ما يكتب الأموية يكتب معاوية؟ طيب، سيدنا أو الخليفة عمر بن عبد العزيز ده كان واحد من أهم خلفاء الدولة الأموية. طيب، إجراءاته الاقتصادية اللي عملها إيه؟ حافظ على موارد بيت المال، ادي واحد. بص بقى اللي جايه دي، منع بيع الاراضي الخراجيه، الاراضي اللي هي مع الناس اللي غير مسلمه، الاراضي الخراجيه منع بيعها. ليه؟ علشان كانت بتجيب فلوس ضخمه جدا للدوله الاسلاميه. فلما يقول لك في الامتحان الاجراءات اللي عملها الخليفه عمر بن عبد العزيز الاقتصاديه، افتكر دي، الحفاظ على بيت المال ومنع بيع الاراضي الخراجيه. كان هدفه ايه بقى من الحاجات دي؟ اهي دي الوحيده اللي تنفع. لو انا بدات استبعد دي ملهاش علاقه، هو عايز يفضل بيت المال يدخل له فلوس، وده كان هدفه. فاول واحده لا، المساواه، برضه هو اكيد هيعمل مساواه، بس مش دي الاجراءات، مش ده هدف الاجراءات بتاعته. ركز، هدف الاجراءات بتاعته ان تفضل الدوله الاسلاميه محافظه على الموارد اللي بتخش لها، فاستمراريه موارد الدوله دي موارد الدوله الاسلاميه. طيب، السؤال اللي بعده، اي من موارد بيت المال التي اقرها الاسلام ارتبطت، سهل ده، بقدرات الجيش العسكريه. هو الاسلام كان زكاه، خراج، جزيه، مكوس، غنائم، فيء، صح كده؟ فايه بقى في الاختيارات مرتبط بالجيش؟ الغنيمه. دي كل ما افاء او كل ما حصل عليه المسلمين اثناء القتال، فتبقى الغنيمه هي اللي بتحافظ او مرتبطه بقدرات الجيش العسكري. طيب، اطلق المسلمين على الضرائب التي تجبى دي يا قلبي يعني بتتجمع عما يتم استخراجه من الثروات البحريه. لو انا مثلا عندي بحر وقمت مخرج من البحر ده اي ثروه باي فلوس، اي معادن، اي حاجه، لؤلؤ مثلا، اي ثروه بقى. طب اللي مرتبط بده المكوس.
طب يا مستر هو الباقي ايه؟ تعال اقول لك، الجزيه دي هي مقدار من المال بيفرض على الناس اللي مش مسلمه اللي عايشه معانا مقابل حمايتهم والدفاع عنهم. الخراج هي ضريبه بتؤخذ من اي حد مش مسلم بيمتلك حته ارض زراعيه وبينتفع بيها. الغنائم لسه قايلينها فوق، ده الوحيده اللي بتفرض على الثروات البحريه. خليني اقول لك على معلومه تانية، ان المكوس ده حبيب قلبي كان ضريبه ثانويه. يعني ايه يا مستر ضريبه سنويه؟ يعني ضريبه مش ثابته بتتغير، يعني مش كل سنه موجوده. طيب خليني اقول لك ان من امثله المكوس حاجه اسمها المواريث الحشريه. يعني ايه يا مستر مواريث حشريه؟ هي المواريث اللي اهلها او اصحابها ماتوا وما كانش سايبين لها وريث، واحد ساب تركات ضخمه جدا بس ملوش وريث، فنعمل ايه؟ فيبقى عندنا المواريث الحشريه دي تبقى مسؤوله عنه يعني. طيب السؤال اللي بعد كده، طبق الخليفة عمر بن الخطاب مبدأ الفصل. مهمة جدا دي، وخلي بالك دي واحدة بتميز الحضارة الإسلامية. اللي بيميز الحضارة الإسلامية كتير، منصب الخلافة، بيت المال، ومبدأ الفصل ما بين السلطات، دي حاجة بتميز الحضارة الإسلامية عن غيرها. طب ظهر الفصل ده في النواحي الإيه بقى؟ مفروض يا باشا السياسية الوالي كان لوحده، والاقتصاديه عشان بيت المال كان الراجل اللي مسؤول عنه لوحده. مكتوبه دي؟ مستر اول واحده اهي، اقتصاديه وسياسيه. تاني يا مستر، هو احنا عملنا مبدا الفصل ما بين السلطات لما سيدنا عمر بن الخطاب خلى الوالي منفصل عن امين بيت المال، ده لوحده وده لوحده، ده سياسه وده اقتصاد. طيب يستثنى من اهي، يعني ما ملوش علاقه، يعني كل اللي في الاختيارات من مميزات النظام الاقتصادي ما عدا. طب تعال نستبعد، هل هو مرتبط بالدين؟ يا مستر مرتبط، فدي ما تنفعش. هل هو مرن ومتطور؟ يا مستر مرن ومتطور. مستقل لم يأخذ عن غيره؟ هل هو مستقل لم يأخذ عن غيره؟ مش عارف يا مستر. طب ما تيجي اقول لك، هو انا ما اخدتش، هو مش قائم على المصالح المشتركة، لا هو كده، هو مستقل لم يأخذ عن غيره. مستقل لم يأخذ عن غيره، ليه؟ لأن النظام الاقتصادي بتاعنا مستقل، ليه ميزة. طب ثواني كده، هو مستقل، دي الوحيدة اللي تنفع. هو قائم على المصالح المشتركة؟ لا، هو مش قايم على المصالح المشتركة. هو يستثنى من مميزاته ان هو مستقل لم يأخذ عن غيره. هو مستقل، احنا بس خدنا منهم، يعني ممكن نقول الجزية، بس النظام الاقتصادي بتاعنا مستقل ملوش علاقه باي حد تاني. دي الادق يعني في الاختيارات. طيب السؤال اللي بعد كده، وقد كان من حق المسلمين في الولايه رفض نقل الاموال الى العاصمه، ماشي، الا بعد التاكد من ان اهل الولايه اخذوا اعطيته. ايه شرح الكلام ده يا مستر؟ بص يا حبيب قلبي، سيدنا عمر بن الخطاب عمل نوعين لبيت المال. عمل بيت مال عام ده في العاصمة، وعمل بيت مال خاص ده في كل ولاية. سيدنا عمر قال ايه بقى؟ بيت المال الخاص يجمع الأموال في الولاية بتاعته. لو مثلا مصر هيبقى فيها بيت مال خاص، البيت ده هيبقى مسؤول عن جمع الأموال كلها اللي في مصر، ويبدأ بيت المال ده يصرف على البلد بتاعتنا. جميل. طب اتبقى فلوس، بيت المال الخاص يقوم باعتها لبيت المال العام. طب لو بيت المال الخاص رافض مش عايز، خلاص سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم من حقكم وما تعملوش كده. طيب هو بقى بيقول لك من النص السابق نستنتج ان الحرص على التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع تنفع. تحقيق التوازن دي لا، دي مالهاش علاقة. تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين برضو دي مالهاش علاقة. احكام برضو لا، هي دي بقى. ليه يا مستر الحرص على التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع؟ لأن أنا دلوقتي أنا كسيدنا عمر بن الخطاب عايز مصلحة المجتمع كله، الدولة كلها، عايز الفلوس كلها توصل لبيت المال العام. طب لو البيت المال الخاص ده بقى محتاج الفلوس، لا خلاص يبقى أنت كمان استفيد. فأنا كده قايم على مصلحة الفرد والمجتمع، أنا مش بفكر في مصلحة الدولة الإسلامية لوحدها، بفكر في مصلحة كل ولاية من الولايات اللي موجودة. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد كده، تم تطبيق مبدأ الفصل ما بين السلطات. يعني ايه يا مستر فصل ما بين السلطات؟ لسه قايلها لك، كل سلطة تبقى لوحدها.
في الدولة على خزانة الدولة منذ، طبعا أول واحد عمل الموضوع بتاع الفصل ده كان سيدنا عمر بن الخطاب، وطبعا ده كان هيبقى في الخلفاء الراشدين. طيب وجه الاختلاف بين وضع بيت المال، حلو السؤال ده، مفتاح الإجابة هنا هو، أنا عايز وجه الاختلاف بين وضع بيت المال زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأموية. صلى على النبي. بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين كان كله ملك الناس، كان سيدنا عمر بن الخطاب فاتح بيت المال لأي حد يا جماعة عايز يجي يتفضل. لكن في عصر الدولة الأموية قالوا لا، بيت المال ده ملك الدولة بتاعنا احنا، ملك الحكومة، ملك الدولة، احنا اللي بنشوف هنعمل ايه ونصرف ازاي. فلو انا بدأت استبعد هو عايز وجه الاختلاف، تولى اهل الذمة، لا يا باشا دي اصلا ما كانتش موجودة. مصادر الدخل التي يمثلها ده وجه شبه مش اختلاف. النفقات الرئيسية ده وجه شبه مش اختلاف، تبقى دي الإجابة. لأن أنا لسه قايل لك في عصر الدولة الأموية كان بيت المال يخضع مباشرة لسلطة الدولة، أما في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فهو كان ملك الجميع، ملك المسلمين كلهم. طيب السؤال اللي بعد كده، اعتمد بيت المال في الدولة الإسلامية على مصادر ثانوية. لقيت الكلمة دي يبقى على طول هو بيسأل على المكوس. المكوس ده اللي هو كذا نوع، ما يخرج من البحار، الجمارك اللي بناخدها من التجار اللي غير المسلمين اللي بيعدوا عندنا، او المواريث الحشريه. طيب واخرى ثابته تمثلت في ايه بقى؟ خلاص احنا هو عايز بقى ثانوي وثابت، يعني حاجه بتيجي على طول استمرار، وحاجه ثابته، وحاجه قصدي بتتغير. طب الزكاه والجزيه الاثنين ثابتين فما ينفعش. بص هو انا عندي زكاه، جزيه، خراج، عشور، غنائم، في ده كله ثابت. خلاص اهو يبقى ده ثابت، ده ثابت. انا بقى اهو ده الحاجه الوحيده اللي فيها ثبات اهي ثابته، اللي هي الزكاه والمكوس اللي انا لسه قايل لك عليها المصادر الايه الثانويه. طيب بتحليل اسباب، السؤال ده اهو شكله متغير بس نفس المعلومة، بتحليل أسباب هيكلة الخليفة عمر بن عبد العزيز لبيت المال في الدولة الأموية. سيدنا عمر بن عبد العزيز أعاد هيكلة بيت المال، حافظ على أموال المسلمين ومنع بيع الأراضي الخراجية لأي حد. ليه كان بيعمل كده؟ أهي عشان يحافظ على الموارد. السؤال اللي بعده، تتعدد موارد بيت المال في الدولة الإسلامية، ماشي، لكن يمكننا القول أن المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الإسلامية زمن الرسول. هنا مفتاح الإجابة أهو، المصدر الرئيسي زمن الرسول، وش يبقى الزكاة. لأن إحنا في عهد النبي أهم حاجة كانت بتدخل فلوس الزكاة، وده أول حاجة إحنا عملناها. لكن بشكل عام بقى لو ما كانش جاب لي كلمة زمن الرسول، بشكل عام إيه أكتر حاجة بتدخل فلوس لبيت المال؟ الخراج، قولا واحدا. نقطة اللي بعده، جاء فصل الأموال التي تدخل، حلو السؤال ده، حلو السؤال ده، جاء فصل الأموال التي تدخل في بيت المال بسبب إيه؟ يعني مثلا إحنا دلوقتي يا باشا في فلوس داخلة هنسميها فلوس زكاة، في فلوس داخلة اسمها فلوس خراج، في فلوس داخلة اسمها مثلا فلوس جزية. إحنا بنفصل وبنكتب ده الزكاة قد كده، الخراج قد كده، الجزية قد. ليه بنفصل كده؟ عشان كل حاجة من دول ليها نفقاتها، ابقى عارف والله الزكاه اللي دخلت السنه دي قد كده، فانا هصرف على الحته دي لان الزكاه بيتصرف بيها على الحته دي. انا دخل لي مثلا فيء، الفيء ده لازم اصرف منه على الحته دي. فانا ليه بفصل في الاموال؟ عشان اقدر احدد نفقات كل مصدر، عشان اعرف احدد كل مصدر هصرف منه على ايه. طيب السؤال اللي بعده، حلو السؤال اللي جاي ده. طيب احتياطي الطوارئ، نظام استحدثته الدول الآن لمواجهة الأزمات. أنا بشيل فلوس كده على جنب، بشيل فلوس على جنب كده عشان خاطر إيه؟ لو في أزمة ولا حاجة، أو مثلا بيبقى عندي حاجة مصدر بتدخل لي حاجة معينة لأزمة. خلاص؟ طيب أي من الآتي كان يمثل احتياطي الطوارئ في الدولة الإسلامية؟ أنا هقول لك الإجابة بسرعة وهقول لك شرحها إيه. هي دي. عارف ليه؟ أقول لك. إن احنا قلنا قبل كده اولا ان الخراج ده ما كانش ثابت، يعني الدوله الاسلاميه ما كانتش بتحدد حاجه معينه او رقم معين للخراج، هو ما كانش رقم ثابت. جميل جميل يا مستر. طيب
هل المسلمين كانوا بياخدوا الخراج ده فلوس ولا محصول غله؟ انا قلت لك ساعتها على حسب احتياج الدوله. لو انا محتاج فلوس خد يا باشا فلوس، لو انا محتاج غله اخده غله. يبقى وده النبي اول واحد عمل كده كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيمثل احتياطي الطوارئ في الدوله الاسلاميه هو الخراج. ليه؟ لان الخراج ده انا بجمعه من الناس على حسب ما انا عايز. هو الكميه اولا غير ثابته، لان انا بحددها على حسب مساحه الارض، نوع المحصول اللي اتزرع، تمام. لكن انا الخراج ده انا باخده يا اما فلوس يا اما غله، ده على حسب بقى ما ايه، على حسب ما انا بشوف الدوله بتاعتي محتاجه ايه. طيب السؤال اللي بعده، يعد النظام الاقتصادي في الاسلام من اكثر الانظمه الاقتصاديه نبلا في غايته. النظام الاقتصادي هو حاجه حلوه جدا، ظهر ذلك في ايه بقى؟ لو انا بدات استبعد الوحيده اللي تنفع ان هو بيحقق التكافل الاجتماعي. وانا قلت لك قبل كده كلمه تكافل اجتماعي دي يعني ان انا بحاول ان انا اتعامل مع الغني يصرف على الفقير، الغني يصرف على الفقير. فانا كان عندي حاجه اسمها تحقيق التكافل الاجتماعي، ده كان غايه الايه، النظام الاقتصادي. ممكن اقول حاجه كمان، من اهم اهداف النظام الاقتصادي الحفاظ على موارد الدوله. هل دي مكتوبه؟ بقول لك الاعتماد على موارد ثابته، لا لا لا. الاشراف الكامل للدوله، لا 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 لا. هو الحفاظ يا اما الحفاظ على موارد الدوله او تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس. طيب السؤال اللي بعد كده، اي من الاتي يعد من مظاهر تحقيق العداله في النظام المالي؟ انا عايز حاجه فيها عداله. ها مفتاح الاجابه هو يا قلبي. برضو لو انا بدات استبعد هي مفيش غير دي، لسه انا قايلها لك، عدم ثبات قيمه الخراج. لان انا لو دوله اسلاميه مش دوله عادله كنت هقول لك انا ماليش دعوه، انا هاخد منك مليون جنيه خراج يا عم، طب انا ما زرعتش ماليش دعوه. لا، احنا بقى كنا بنعمل ايه؟ بنشوف والله دلوقتي حته الارض دي جابت قد كده فناخد منها خراج معين، جابت السنه اللي بعدها خراج او محصول قليل فناخد منها خراج قليل. خلاص، يبقى عدم ثبات قيمه الخراج. السؤال اللي بعد كده نجحت الدولة الإسلامية في حماية الأراضي من الأخطار الطبيعية، وقد ظهر ذلك في إيه؟ طيب سؤال حويط شوية. هو أنا عشان أحمي الدولة بتاعتي من الأخطار الطبيعية عملت إيه؟ الأول لازم أبقى عارف يعني إيه أخطار طبيعية، حاجة ليها علاقة مثلا بأمطار، بسيول، بفيضانات. طب إيه هنا بقى أنا عملته لحماية الأرض؟ بلاد الأندلس دي أنا بالعكس، ده أنا مش بواجه أخطار، أنا بستغل الطبيعة، فدي ما تنفعش. وبلاد الرافدين أنا ما عملتش فيها حاجة احمي نفسي من الخطر، انا في بلاد الرافدين عملت نواظم عشان استفيد من الماء بتاعت النهر. ولا اقليم خراسان ده اتكلمنا عنه، هي دي بقى. طب اشمعنى عم محمد اخترت المدينه المنوره؟ تعالى يا عم، هو انا راجل بقال، انا راجل فاهم انا بعمل ايه. تعالى اقول لك بقى. المدينه المنوره كانت فيها وادي اسمه وادي الخنق، جه معاويه بن ابي سفيان راح عمل ايه؟ عمل عليه سد عشان يقدر يستفيد من مياه الامطار ويحمي المنطقه من السيول. يبقى انا كده عشان اواجه الخطر الطبيعي اللي هي السيول اللي ممكن تتسبب فيها او الامطار هي اللي السبب فيها، فقام معاويه بن ابي سفيان بانشاء سد اسمه سد معاويه في المدينه المنوره في وادي الخنق. خلي بالك، معاويه هو مؤسس الدوله الامويه، الخليفه معاويه بن ابي سفيان هو مؤسس الدوله الامويه. طيب صناعه النسيج، ماشي، صناعه الورق، الصناعات المعدنية، انتشرت تلك الصناعات بصورة كبيرة. هو عايز يعرف الصناعات دي كانت موجودة بشكل كبير فين. بص يا قلبي، شايف دي؟ هو الكلام ده حفظ، ما فيهوش تشغيل دماغ ولا تفكير، انا بس هديك مفاتيح تساعدك. صناعة الورق دي يا قلبي كانت موجودة في اقليم اسمه اقليم خراسان. شكرا. هو انا بص تعالى خد، لان انت هتتعبني انا عارف. صناعة الورق دي أول مرة تدخل في الدولة الإسلامية في عهد هارون الرشيد. الدولة الإسلامية اتعلمتها من الصين، وهارون الرشيد ساعتها راح عمل مصنع لصناعة الورق في خراسان، يبقى جنب الصين على طول، يقدر يروح ويجي على طول. فأنا دي في خراسان، أنا بقى عايز مكان تجتمع فيه الثلاث صناعات. دور بقى على مكان يا فنان يكون فيه كلمة خراسان.
المغرب الاسلامي لا، لان دي في الشرق. انت مش عارف، انا عارف ان انت بتقول دلوقتي يا مستر انا خراسان دي هعرفها منين. انا هقول لك يا حبيبي، تعالى يا بابا بس بطل بس ان انت على طول عمال تعلق كده. خراسان دي يا قلبي جنب الصين يا حبيبي، انا لسه قايل لك. وخراسان والصين دول يبقوا في الشرق، في شرق الدوله الاسلاميه. فدي برضو ما تنفعش. بلاد الرافدين اللي هي العراق ملهاش علاقه، وبلاد العرب دي اللي هي شبه الجزيره، لا هي دي بقى. سهله ولا مش سهله؟ سهله، بس انت شغل مخك. طيب، بدأ اهتمام المسلمين بإقامة المشروعات الزراعية. طب صلى على النبي، أنا عشان أعمل مشروع زراعي لازم يكون عندي مساحات واسعة من الأرض. طيب، هل في الاختيارات في حاجة ليها علاقة إن أنا بقى عندي مساحات واسعة من الأرض؟ والله يا مستر أنا مش شايف غير حاجة واحدة. إيه هي دي؟ ان انا لما ابدا اعمل او ابدا يبقى الدوله الاسلاميه عندي فيها استقرار، فيها هدوء، انا هنا ابدا اعمل مشروعات زراعيه. يبقى ارتبطت المشروعات الزراعيه باستقرار الدوله الاسلاميه. هقول لك انا على دليل كمان. في كتاب المدرسه اول مشروع اقتصادي هو اتكلم عنه كان سد الخليفه معاويه بن ابي سفيان اهو. وده كان دليل ان هنا الدوله الاسلاميه بدات تستقر بعد فتره الحروب في عهد الخلفاء الراشدين. طيب، السؤال تقريبا متكرر صح؟ معلش ده زياده تاكيد يعني، احنا بنحب ناكد عليكم المعلومه. يبقى استقرار الدوله الاسلاميه. طيب، بدا المسلمين زراعه المدرجات بتاعه الجبال اعتبارا من، طب تعال اقول لك بسرعه المعلومه. انا بدات ازرع المدرجات دي في الاندلس. تمام؟ ممكن في الامتحان بدل ما يقول لك الاندلس يقول لك جنوب غرب اوروبا. ماشي كده؟ طب يا مستر، هو انا دلوقتي امتى اول مره بدانا نزرع الاندلس؟ اول مره دخلنا الاندلس ده كان في عصر الدوله الامويه. طيب، ظهر التفوق. السؤال ده حلو قوي قوي قوي، السؤال ده حلو قوي قوي قوي. ظهر التفوق في صناعه تجفيت المعادن. احنا هنعمل تجفيت المعادن. يعني ايه تجفيت يا مستر؟ تجفيت المعادن يعني تطعيمها. يعني مثلا لو انا لابس خاتم، هقوم حاطط على الخاتم ده حاجه كده ايه، فص اخضر، فص ازرق، الناس اللي بتلبس الحاجات كده. طيب، انا دلوقتي هعمل تجفيت معادن كانت في الموصل مثلا. فين يا باشا الموصل دي؟ في دوله العراق. شكرا، دي معلومه بتتحفظ ما فيهاش تشغيل دماغ. يستثنى يعني يستبعد من مقومات ازدهار الزراعه. الزراعه في العالم الاسلامي كانت مزدهره. امين. ايه بقى الحاجه اللي ملهاش علاقه بازدهار الزراعه؟ تنوع المناخ؟ لا ده لازم يبقى موجود. ده حاجه موجوده. وفره المياه؟ لا لازم. ده لازم. وجود مراكز بحثيه بقى، دي ملهاش علاقه بازدهار الايه؟ بازدهار الزراعه في العالم الاسلامي. تنوع المناخ لازم يبقى موجود ولازم يكون عندنا ميه، ولازم يكون عندي ارض. ده كله مقومات ازدهار الزراعه. طيب، انا متحفظ على السؤال بس هي دي الاجابه الوحيده اللي تنفع. هو المفروض يقول لي مقومات او من مقومات قيام الزراعه. يعني ممكن واحد يقول لي طب ما هو انا لما اعمل مراكز بحثيه واتعلم فيها الزراعه فده، بس هي دي الاجابه الوحيده اللي تنفع يعني، مش مشكله. طيب، حدث توسع افقي. الناس اللي بتحضر معانا والناس اللي بتتابعنا في الاونلاين، قلنا 100 مره اول ما اسمع كلمه توسع افقي يعني مساحه الارض الزراعيه بتزيد. توسع افقي يعني مساحه الارض الزراعيه بتزيد. ماشي كده؟ اي مساحه ارض زراعيه بتزيد يبقى على طول مرتبطه بوفره الميه. شكرا، نقطه. يبقى هنا نقول ايه بقى؟ اهي تطور مشروعات الري. شكرا، خلاص اربط دي معاك. اي توسع افقي او اي زياده في مساحه الارض يبقى بسبب مشروعات الايه؟ الري اللي احنا عاملينها. طيب، السؤال اللي بعده. حدثت زياده في انتاجيه المحصول في الدوله الاسلاميه. انا بقى عندي محاصيل كتيره جدا انا بعملها في الدوله الاسلاميه. طيب، محاصيل كتير، تعال نستبعد. هل التوسع في زراعه المدرجات؟ دي ملهاش علاقه، انا بستبعد وانا مش عارف. هل ادخال محاصيل جديده هيزود الانتاج؟ لا، ده يعمل لي تنوع. يعني هو لو قال لي تنوع الانتاج اقول له ماشي ادخال محاصيل جديد، فدي ما تنفعش. انا كده استبعدت اتنين. هل بقى الاهتمام بالمشاريع ولا الاهتمام بالعلوم الزراعيه؟ انا شايف دي الاجابه الادق. بص بقى، ده الاهتمام بالمشروعات يزود لي مساحه الارض،
يخلي الارض كتير، بس مش شرط يبقى عندي انتاج كتير. دي اللي يخلي عندي انتاج كتير. انا عارف ان الكلام صعب جدا، بس معلش احنا واحده واحده بنحاول نظبط لك الدنيا. لو قال لي مساحه الارض زادت، قول له علشان بعمل مشروعات ري. لو قال لك انا بقى عندي انتاج كتير وزياده في الانتاج، قول له عشان استخدمت اساليب حديثه. فين هنا اساليب حديثه؟ اهي دي الاساليب الحديثه. هعمل بقى مكن، استخدم الات حديثه، وهكذا. طيب، ازدهرت صناعه النسيج. هي صناعه النسيج كانت في مكانين، كانت في مصر وفي الشام، وكانت موجوده مع الشام في العراق، وموجوده في بلاد فارس. مصر كانت بتصنع باستخدام الكتان، والشام والعراق وبلاد فارس بيستخدموا الحرير. طب اختار ايه بقى في قارتي ايه؟ ايه امريكا دي معرفهاش، ايه اوروبا دي ملهاش علاقه، يبقى الاجابه اسيا وافريقيا. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال ده والله مفروض لو انت مركز معاه تجاوب. بدأت انتشار مهنة الوراقين، الناس اللي هتصنع الورق، دولة عباسية، خصوصا في عهد هارون الرشيد لما تعلم صناعة الورق من مين؟ من الصين. طيب، حث الإسلام على تحقيق التوازن. كلمة حث دي يعني حرص. حث الإسلام على تحقيق، ركز معايا ما تسرحش، أنا شايفك سرحان. حث الإسلام على تحقيق التوازن بين السعي في الدنيا للعمل وطلب الرزق، وبين الاهتمام بمطالب الاخره. احنا كالدوله الاسلاميه بتاعتنا كانت بتقول لك ايه؟ اشتغل وابذل وعمر الارض. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو القيامه قامت وفي يد احدكم زرعه بالبلد اهو اغرسها. لو انت شايف القيامه هتقوم وخلاص الدنيا كلها هتنتهي، ولو في ايديك زرعه ازرعها. ده دليل على ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحثنا على ان احنا لازم نهتم بالدنيا شويه، بس نعمر فيها. وفي نفس الوقت الرسول قال لنا برضو ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احنا لازم نعبد ربنا. فالدولة الإسلامية كانت حريصة على السعي في الدنيا، ان انا اشتغل في الدنيا عادي، وفي نفس الوقت ان انا اخلي بالي من الآخرة. طيب، يبقى انا كده بتكلم عن حاجة دينية وحاجة ايه؟ دنيوية. الطلبه بقى اللي بتحضر معانا عارفه ما دام دين ودنيا يبقى على طول ايه؟ وسطيه، مفيش مرونه. اوعى تقول لي مرونه. مرونه دي يعني انا بغير في حاجه. ولا تنوع. تنوع دي لما يقول لك احنا كان عندنا ناس كتيره في الدوله الاسلاميه، وعالميه دي يعني برضو احنا كان عندنا ناس كتيره وكان عندنا اماكن كتير. فهي هنا السؤال بيقول اجمع اهو، وازن بين الدنيا والدين تبقى وسطيه. طيب، تعددت مراكز صناعة الغزل والنسيج والصناعات الخشبية في عدة مناطق. احنا كان عندنا أماكن كتيرة بنصنع فيها الغزل والنسيج والخشب. أشهر الأماكن دي كانت بلاد الشام. برضو ده سؤال بيتحفظ ما فيهوش أي إجابة. يستثنى من عوامل، خلاص كلمة يستثنى دي يعني يستبعد. يستثنى من عوامل رواج التجارة. يعني إيه رواج؟ يعني ازدهار. فهو السؤال بيقول لك في حاجات كتيرة جدا هتخليني عندي تجارة كتير وبتخليني أعرف أتاجر. أنا عايز بقى اللي ملوش علاقة. انتشار الأمان ده طبعا يا فندم ده لازم يكون موجود عشان أقدر أعمل تجارة. سك العملة يعني صناعة العملة وضبط معاييرها، طبعا لازم أعمل كده عشان يبقى عندي تجارة. إقامة طبعا. إلغاء لا دي بقى الإجابة. أنا ما ينفعش ألغي الجمارك وأرفع الحواجز، لأن أنا لو عملت كده أنا كده بدمر التجارة الخارجية بتاعتي. طيب، عند دراسة النظام الاقتصادي في الإسلام نجد أنه حمل فيه طياته دي يعني جوانبه العديد من القيم. طيب، بهدف إيه بقى؟ يعني هو الإسلام، والله السؤال ده فكرته متكررة. النظام الاقتصادي كان قايم على تحقيق التكافل الاجتماعي وفي نفس الوقت استغلال الموارد في الدولة حسن استغلال. طيب تعال نشوف تغليب مصلحة الدولة ومؤسساتها. لا خالص، عمرها ما عملت كده. تعزيز الملكية الفردية في المجتمع، لا طبعا. رفض الاقتباس، لا كنا ممكن نتعلم. فتبقى دي الإجابة، تحقيق حياة كريمة للمجتمع. احنا كنا هدفنا نحقق حياة كريمة لكل الناس. طيب. تعددت أساليب الدولة في تحقيق التنمية الزراعية. الدولة عملت أساليب كتيرة في تحقيق التنمية الزراعية. يخرج عنها. طب يخرج من هذه الأساليب أنا عايز أنمي الزراعة. طب لو أنا استبعدت ما أنا عايز حاجة تخرج عنها، خلي بالك، فدي ما تنفعش.
ورفع مكانة المزارعين دي برضو ما تنفعش، اللي هم برضو كانوا بيهتموا بالمزارعين. طب منح العلم دورا كبيرا ولا تشييد الخانات؟ هو انا لما امنح العلماء مكانه كبيره، هل دي ليها علاقه؟ يا باشا، لان العلم ده انا لسه قايل لك من شويه سؤال بيقول ان انا لما بهتم بالعلم وبالتطور الزراعي هيظبط لي الزراعه. فدي ليه يا مستر؟ دي هو سؤال سهل انا عارف، بس انا طولت فيه لان تشييد الخانات والاسواق دي كانت ليها علاقه بالتجاره، ما لهاش علاقه بالزراعه. طيب. القدره على حل المشكلات ليست مجرد مهاره، بل هي اداه لتحويل التحديات الى فرص للنمو والنجاح. يعني انا لما يبقى عندي مثلا مشكله مش هواجهها بس، لا ده انا استغلها بقى يا باشا. اي من الاتي مثل للمسلمين تحدي زراعي في الاندلس؟ شكرا. زراعه في الاندلس يبقى المدرجات، يبقى وعوره السطح. كلمه وعوره دي يعني صعوبه السطح. ماشي. طيب السؤال بعد كده، يخرج عن مقومات الزراعه في الدوله الاسلاميه. يعني كل ده من مقومات الزراعه، يخرج عنها رفع الضرائب. ده وده وده من مقومات قيام الزراعه. ارتبط تحقيق الدوله الاسلاميه للعداله، الدوله الاسلاميه عشان تعمل عداله وترفع الظلم على الفلاحين. وانا بشرح قلت لك ما هو هنا قصده على الزراعه. ايه الحاجه اللي الدوله الاسلاميه عملتها خلت في عداله في الزراعه؟ ان هي عملت مقاييس للنيل. ومقاييس النيل دي او مقاييس الانهار عشان تقدر تحدد كميه الضرائب. فين بقى يا باشا؟ إقامة مقاييس للمياه عشان تقدر تحدد كمية الضرائب. فأنا لما أقدر أحدد كمية الضرائب يبقى أنا كده بعمل عدالة ومساواة. طيب. يدل ازدهار مدينة الفسطاط، حلو السؤال ده جدا، شكرا اللي حط السؤال. يدل ازدهار مدينة الفسطاط على صناعة الزجاج، على تقدم مصر في علم. واحنا بنشرح قلت لك ان علم او صناعه الزجاج دي تعتبر واحده من الصناعات الكيماويه. شكرا اللي كتب السؤال ده بايده، ربنا يبارك لك. يبقى صناعه الزجاج دي مرتبطه بالايه؟ بعلم الكيمياء. طيب. يلا السؤال اللي بعده، اصبحت التجاره الاسلاميه من مظاهر عظمه الاسلام وحضارته، واحتلت المكانه الاولى في التجاره العالميه. طيب. خلفاء راشدين الناس دي يعني كانت بتهتم بالفتوحات، وكان هدفهم الأسمى نشر الإسلام. ولولا الدور العظيم اللي هم لعبوه ما أعتقدش إن الإسلام كان انتشر يعني. ربنا كان هيحفظه أكيد، لكن دول الأساس يعني، دول اللي على إيديهم ربنا حفظ الإسلام بتاعنا. الدولة الأموية كانت بتهتم بالزراعة شوية، بس هو عايز بقى إيه؟ التجارة كانت رقم واحد بقى. يعني احنا رحنا في كذا حتة فتبقى في الدولة العباسية، لأن في عصر الدولة العباسية الزراعة بقت كتير، الصناعة بقت مزدهرة، التجارة بقت أقوى، علاقتنا بالدول الكبرى خلت التجارة عندنا شغالة بشكل كبير. يبقى الدولة العباسية. حلو السؤال ده. يستثنى من المراكز الثقافية في شرق أفريقيا. كل دول في شرق أفريقيا ما عدا دي. صنغ دي كانت الناحية التانية كده في غرب أفريقيا على الساحل بتاع المحيط الأطلنطي، فتبقى دي الإجابة صنغي. برضو دي السؤال ده بيعتمد على أن أنا حافظ المعلومة. طيب. ممارسة المرأة في المجتمع الإسلامي دورا سياسيا وحربيا منذ عصر. يعني هو هنا عايز البداية. البداية كانت في عصر مين؟ الرسول. عايز دليل عن محمد. أولا إن في عهد سيدنا محمد في بيعة العقبة الثانية في 73 رجل وامرأتين بيعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبرضه في غزوة أحد، وفي غزوة بدر، وفي غزوة الخندق، وفي غزوة تبوك. كل الغزوات دي كانت النساء متواجدة متواجدة فيهم. طيب السؤال اللي بعد كده، ولقد عاش أهل الذمة. أهل الذمة أي حد مش مسلم عايش في الدولة الإسلامية. وقد عاش أهل الذمة في قلب المجتمع الإسلامي فكانوا جهابذة، يعني ناس علماء، فكانوا جهابذة هذا الزمان وصيارفته، يعني كانوا شغالين كمان في الأموال، وأطباؤه وكتابه. احنا قلنا على فكرة في الدرس الأخير أشهر طبيب كان موجود ما كانش مسلم، كان من أهل الذمة، اسمه يوحنا ابن مسوي. طب بنستدل من ذلك على ايه؟ سهله دي يا باشا، ما دام ناس مش مسلمه بيعيشوا معانا وبيتمتعوا بحقوقهم يبقى مواطنه او مبدا التعايش السلمي. شكرا خلاص. طيب. رفع الاسلام من شأن المرأة وجعل لها مكانه كبيره في المجتمع لا يقل عن دور الرجل. حلو.
نستطيع القول بأن أكثر الطبقات الاجتماعية التي استفادت من دور المرأة الاجتماعي نقطة. تعال أقول لك بقى، المرأة كانت بتعمل إيه في الدور الاجتماعي؟ بتساعد الفقراء من النساء. صح كده حبيب قلبي؟ صح يا مستر. يبقى هنا يا باشا أنا عايز حاجة اسمها الطبقة العامة، الناس الفقيرة. فين يا باشا؟ أهي. طبعا الولد المتنمر اللي قاعد بيتفرج عليا يقول لي سواد يعني الناس السوداء. لا، انت كده بني ادم مش كويس. سواد الامه يعني الناس الكتير. كلمه سواد دي يعني الناس اللي عددها كبير، فسواد الامه قصده بيها الطبقه الايه؟ العامه. طيب السؤال اللي بعد كده، اكثر طبقات المجتمع الاسلامي ذات تاثير ثقافي. طيب بص يا قلبي، احنا المجتمع الاسلامي بتاعنا كان بينقسم الى 4 طبقات. انهي طبقه كان ليها دور ثقافي ودور ادبي؟ الطبقه دي اللي اسمها الطبقه الخاصه. موجوده؟ يا مستر موجوده اهي. يبقى الطبقه الايه؟ الخاصه. طيب السؤال اللي بعد كده، ارتبط نشأة التجاره وازدهارها في الدوله الاسلاميه. مين يا باشا اللي كان طبعا انا عايز صناعه بقى. ما هو دي لا وده لا برضه على فكره، هو الصانع. ليه؟ ليه يا مستر؟ لان يا قلبي لو انا ما عنديش صناعه مش هقدر ابيع. هبيع ايه؟ لا مؤاخذه مش هبيع حاجه. فيبقى ارتبط ازدهار التجاره بالصانع الايه؟ المصري او الاسلامي يعني. يعد اهم بحار العالم التجاريه، شكرا، البحر المتوسط. شكرا، اكتر بحر فيه تجاره عندنا كمسلمين هو البحر المتوسط. طيب عشان كده احنا امناه حتى وعملنا فيه الاسطول. طيب ارتبط نشر الثقافه، السؤال ده بيتكرر صح؟ بيتكرر صح؟ يبقى الطبقة الخاصة اللي هي فيها العلماء، فيها الأدباء، فيها المثقفين، واوعى تنسى فيها كمان كبار التجار. واوعى تنسى حبيب قلبي ان الفئة اللي كانت متوزعة على 3 طبقات هي فئة التجار. يعني بص كده سريعا 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 مريرا، عندنا الطبقة العليا ادي 1، عندنا هنا الطبقة الخاصة 2، الطبقة الوسطى، الطبقة العامة. الفئة اللي كانت متوزعة على جزء منها في الطبقة الخاصة وشوية في الوسطى وشوية في العامة التجار. خلاص؟ طيب لو سألك في الامتحان أنهي طبقة في الأربعة كانت هي المحرك أو المؤشر للدولة والمؤشر للمجتمع على ازدهاره؟ الطبقة الوسطى. سمعت المعلومة مرة تانية يا عم محمد يا فوزي؟ يبقى لو سألك في الامتحان أنهي طبقة في الأربعة كانت هي المؤشر، هي العلامة، هي الترمومتر اللي بيوريني هل المجتمع ده كويس ولا لا؟ الطبقة الوسطى. خلاص؟ طيب هدفت الحضارة الإسلامية في نظامها الاجتماعي نعمل مساواة في تحقيق حياة اجتماعية قائمة على إيه؟ العدل والمساواة. سهلة سهلة جدا. طيب السؤال اللي بعد كده، أكثر الحرف التي ساهمت في نشر الإسلام التجارة. وطبعا التجار المسلمين ليه ساهموا في نشر الإسلام؟ لأن هم كانوا متمسكين بالمبادئ بتاعة الإسلام بتاعتهم. طيب جاء اتساع حركة التجارة الإسلامية بسبب اتساع حركة التجارة بسبب تسهيل حركة الفتوحات. لو أنا بدأت أستوعب دي ملهاش علاقة ولا الصدام الثقافي ولا تكوين ممالك إسلامية. ما هو بيقول لك إيه واحدة واحدة، حركة التجارة اتسعت بسبب إيه؟ ليه أنا كنت بقدر أتاجر وبروح في كذا حتة؟ عشان تسهيل حركة الفتوحات، لأن الفتوحات الإسلامية هي اللي سهلت علينا الموضوع شوية. طيب وقد انصهر المجتمع الإسلامي بكل عناصره. أيوه من عرب وموالي في بوتقة واحدة. بوتقة واحدة دي يعني في مكان واحد، فظهر المجتمع وحدة متماسكة. بص يا قلبي، مادام بيقول لك إن المجتمع فيه كل العناصر، مادام بيقول لك إن المجتمع فيه كل شيء، يبقى ده دليل على إيه؟ التنوع. خلاص؟ تاني، وسطية، اسمع دي كويس عشان أنا عارف إن أنت هتتلخبط فيها في الامتحان. وسطية يعني بيجمع ما بين الجانب الديني والجانب الدنيوي. واقعية يعني بيحل المشاكل بتاعة الحياة زي مثلا علم الفقه. أخلاقية مرتبطة بالدين، مرتبطة بالقرآن والسنة. تنوع لما يقول لك تعدد الفئات اللي جوه المجتمع زي عرب أو غير العرب يبقى تنوع. طيب ألقت الحياة الاجتماعية للعالم الإسلامي بظلالها على العالم الغربي يعني أوروبا، فظهر تأثير قيم ومبادئ حياتها الاجتماعية على الغرب.
احنا يا باشا اثرنا على الناس اللي بره، علمناهم، يبقى ده ايه على طول؟ انفتاح بالاستبعاد. دي ما تنفعش ولا تغيير، لان انا بيقول لك القت عليه، يعني احنا علمناهم فتبقى انفتاح. بدأ ظهور الموالي كعنصر فعال شكرا في عهد الرسول. اشمعنى؟ لان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يبقى عندنا مثلا زيد بن حارثة، مثلا كان عندنا سلمان الفارسي، كان عندنا بلال الحبشي. الموالي ظهروا كعنصر فعال في المجتمع منذ عصر الرسول. اتبعت الدولة الإسلامية سياسة تجارية قائمة على أساس إيه؟ الحرية الاقتصادية. طب ليه يا مستر ما تنفعش المنفعة العامة؟ لأن الإسلام ساب الناس براحتها، حرية اقتصادية براحتكم، أنا مش هجبر حد على حاجة. ممكن المنفعة العامة دي يكون فيها شوية تحكم، لا بس أنا سايب حرية اقتصادية. انصهر المجتمع الإسلامي في وحدة واحدة نتيجة لعوامل دينية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الإسلام أنا ما فيش فرق بين واحد والتاني، كلنا زي بعض. أي مما يأتي كانت ضمن الطبقة الخاصة. الطبقة الخاصة دي فيها 3، فيها المثقفين وفيها الأدباء وفيها كبار التجار. اهي كبار التجار مكتوب، دي في الطبقة الوسطى ودي في الطبقة الوسطى، وكبار قادة الجند دي كانت في الطبقة الأولى. ارتبط المسلمين الأوائل بعلاقات المسلمين الأوائل. شوف دي، افتح الإجابة. المسلمين الأوائل يبقى مفيش لا فلبين ولا جاوة ولا غانا، هي دي بقى. ليه؟ لأن مصر كانت فيها ارتباط ما بيننا وما بين المسلمين من زمان، وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وفي الحبشة دي برضو سيدنا محمد كان بيتعامل معاهم. خلاص احنا كده بفضل الله حبايبي حلينا أسئلة كتيرة جدا. احنا ما رضيناش نحط أسئلة فيها مقالي. احنا جوه الأسئلة دي شرحنا لكم حاجات ممكن تبقى فيها مقالي. هنركز نتفرج على الفيديو تاني، تقريبا الفيديو ما اخدش معانا ساعة تقريبا، ان شاء الله يكون الامتحان بإذن الله جواه. اخيرا انا بس عايز انبه عليك حاجة، ان شاء الله احنا بعد ما هنخلص امتحانات الشهر وتخلص بقى الامتحانات بتاعتك اللي هي اللي مش داخلة في المجموع، ان شاء الله هيبقى نازل لك فيديو على اليوتيوب قوي جدا هنلم فيه المنهج كله بطريقة بتاعتنا احنا المميزة، هيبقى فيه شرح وهيبقى فيه حل. ان شاء الله الامتحان مش هيخرج من الفيديو ده. موفقين دايما يا حبايبي، اشوفكم دايما على خير، وان شاء الله بعد فيديو المراجعه بتاع ليله الامتحان استناكم بقى في ثالثه ثانوي، عشان ان شاء الله هنعمل شغل كويس قوي مع بعض. اشوفكم على خير، سلام عليكم.